مساء الخير. بسمة وطن بيضل مميز عن باقي البرامج، مش لأنه كان الأول من نوعه وكل باقي البرامج تبعته، ومش لأنه من 16 سنة لليوم بعده السباق بأفكاره ومواضيعه. بسمة وطن مميز لأنه ضيوفه كمان مميزين، والشخصيات يلي بتشوفوها ببسمة وطن ولا ممكن تشوفوها بأي برنامج آخر. الليلة بدنا نرحب بضيفنا الرئيس السوري بشار الأسد. أهلا وسهلا. تفضل. مساء الخير. تفضل يا أهلا أهلا. تفضل. مساء الخير أنسة باميلا. بالبداية بدي أطلب من جميع المناصرين والمؤيدين والأصدقاء عدم إطلاق النار ابتهاجا بسبب إطلالتي معكم، وتوجه بشكل خاص إلى فايز شكر. فايز يعني ما بريد مشاكل، ما تستقوي الآن لما تشوفني وتروح تضرب مصطفى علوش، ما تجرسنا يعني. سامع أستاذ فايز شكر؟ نحن بنرحب فيك مجددا سيادة الرئيس، ولكن راجعين معك بحديث والع ومولع. وهلأ بدنا نبدأ بسمة وطن مع الأمن الممسوك بلبنان. إذا ما عندكم حدا يمسك لكم الأمن أنا جاهز أوديكم حدا يمسكه يعني. إيه إذا احتجنا لك ما رح نوفرك. راجعين معك بعد شوي. منتابع بسمة وطن مع ضيفنا الرئيس السوري بشار الأسد. أهلا وسهلا من جديد. أهلين وسهلين. فينا نبلش من الآخر؟ على عيني، مطرح ما بتريدي أنت بندلش. بشار الأسد رح يسقط أو ما رح يسقط؟ بشار الأسد باق. هو هيدي سبقك عليها الرئيس فؤاد السنيورة، ومن بعد ما قالها فل. عارف، ما جماعتنا شالوه. أنا مين بيقدر على إزاحتي؟ جماعته؟ جماعته لو قادرين يزحوني ما كان الآن هو بسيدة والحريري على التويتر. طيب ما زين العابدين سقط، وحسني مبارك سقط، ومعمر القذافي سقط. على عيني، لكن فادي ما سقط. ما انتم بلبنان بتقولوا فادي ما سقط؟ ايه بلا. طيب ليش انا بدي يكون القذافي والله مبارك وما بدي يكون فادي؟ يعني بشار الأسد مطمن باله انه هو باقي. بصراحة في مثلث واحد إذا اتحد بأطرافه ثلاثة ممكن يزيحني ويهزمني، وغير هالمثلث ما حدا بيهزمني. قصدك أمريكا، فرنسا، تركيا؟ لا، عبد الحليم خدام، أحمد فتفات، ومصطفى علوش. وفارس سعيد. مربع مو مثلث. بشار الأسد. ولكن هلأ بدنا ننتقل من موضوع السورياني للموضوع السرياني. أنا بعشق اللعب على الكلام. سرياني، خدام هدام، رفعت ضربة فك نيو. هيدا لعب على الكلام. لا، هذا لعب كونغ فو. عودة لنتابع حوارنا مع الرئيس بشار الأسد. سيادة الرئيس، خبرنا هلأ عن الأوضاع بسوريا على الأرض وبالشارع. ما في شي رواق، يعني إذا بترمي قنبلة بتسمع رنتها. عن جد عم تحكي؟ مع انه كل التقارير بتقول انه عم تستخدموا غاز مسيل لدموع ضد المتظاهرين. لا، هذا كلام تحريض وكله شائعات وتلفيقات. ما بنستعمل غاز مسيل للدموع، انما لما يكونوا المتظاهرين والمدسوسين والعملاء عاملين مظاهرة نبعث لهم 3-4 جنود بيوروهم جرة غاز منزلية. ايه، فبتنهمر دموعهم عندما يشوفوا جرة الغاز على قد ما اشتاقوا لها، يعني كأنهم شافوا حبيبهم اللي مفارقينه من السنين. شنو ما في غاز بسوريا يعني. طيب هل صحيح انه اذا صارت مظاهرة من 500 شخص بتعتقلوا 1000 شخص؟ صحيح، لكن خليني اشرح لك شلون. تفضل. شلون؟ أصعب شيء يا أختي في حياة السجين هو الوحدة والانفراد. مشان هيك كل معتقل له حرية اختيار شخص تاني بنعتقله معه، يعني زوجته، أبوه، أمه، حبيبته، له حرية الخيار. والأمر هذا يأتي في إطار الإصلاحات اللي قمنا فيها وبتدخل بإطار تسلية المعتقلين يعني. حلو كتير. طيب هل صحيح انه الغزل بسوريا صار له مفردات معينة؟ صحيح، وهذا كمان يأتي بإطار الإصلاح. شلون يعني؟ مثلا إذا الشاب أمسك إيد حبيبته ممنوع يقول لها دول أصابعك فقط، لازم يقول لها دول أصابعك والله أصابع خارجية. ولازم يقول لها إذا كانت حلوة طبعا. ولك شو هالجمال اللي ما بيتصدق مثل قناة الجزيرة. بس كتير حلو. ولسه في كتير إصلاحات كمان يعني. طيب راجعين معك سيادة الرئيس، ولكن خلينا ننتقل هلأ لعند مجموعة فيسبوكيين تنشوف كيف صارت حياة بعض الفيسبوكيين.
منتابع بسمات وطن ووصلنا للفقرة الأخيرة مع الرئيس السوري بشار الأسد. شكرا شكرا شكرا. إذا الجامعة العربية فرضت عليك عفوا لو قاطعتك، هذه مو جامعة عربية، هذه حضانة عربية لبلقردري. أف كلامك خطير. مو قد الكلام اللي قالوه عني، وكان ناقصني هذا التعبان رجب طيب أردوغان تيقول عني جبان يضرب. أنا اللي سوف أخذ إجراءات بحقه، مو هو رح ياخذ إجراءات بحق سوريا. طيب شو رح تاخذ إجراءات؟ بالمسلسلات التركية اللي مندبلجة بالشام حنقول غير كلام، حنسخف المسلسلات تتصير القصة بايخة وما يعود حدا يتابعها. وانت بتعرفي يا آنسة بمنة قديش في عرب عم بيتابعوا المسلسلات التركية. فكرة ما حدا سبقك عليها. طيب الأوضاع الاقتصادية بسوريا كيف؟ ممتازة، فرص العمل زادت بنسبة 50%. رالك عفوا. عندنا اسمعي، مطلوب وظائف، مطلوب عناصر مدربة لقمع المظاهرات، نعم. مطلوب مدربي كونغ فو وكاراتيه لضرب العملاء والمندسين، مطلوب عناصر مخابرات من عمر 7 إلى 77 سنة. بقرا لي كمان؟ لا واضح انه فرص العمل كتير مزدهرة. طيب سيادة الرئيس، لأي متى الحالة بسوريا رح تضل هيك؟ مو كتير. يعني على أبعد حدود ل 14 آذار القادم بال 2012. وليش 14 أذار القادم؟ شنو ب 14 آذار القادم يا بيكونوا شلحوني برات الشام، يا إما حشلحهم شناتينهم من هون لاسطنبول. طيب نحن بنتشكرك سيادة الرئيس بشار الأسد، أكيد إلنا إطلالات أخرى معك ونحن بنشكرك من بسمات وطن. يلا فتحتوا علي الباب، بكرة كل البرامج بيصيروا بدهم يقلدوني. ويقلدونا. باي.